تعالوا بقى يا حبايبي هقول لكم النهارده على احلى طاجن مكرونه، احلى واروع كمان من محلات الكشري. بصوا بقى مقاديرنا سهله وبسيطه. انا معايا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. بصراحه انا واخده منه يعني شويه كده عاملاهم لوحدهم، ماشي، فده اقل من نص كيلو. ومعايا هنا مكرونه روجينا. انا كنت اول مره اجيب الشكل ده فقلت هجربه في الطاجن ان شاء الله يطلع جميل. ومعايا صلصه طماطم، ده نص كيلو صلصه. كيس المكرونه بياخد نص كيلو صلصه يا حبايبي. ومعايا هنا طماطم والفلفل عشان هعصج اللحمه، وبصلايه عشان الطاجن الجميل. يلا بقى اول حاجه انا هعمل اللحمه، بس عشان الفيديو بس ما يطولش هعصج اللحمه واحط ميه تسلق المكرونه وارجع لكم. هنا بقى يلا عشان نعمل احلى صلصه لاحلى طاجن. حطيت 3 معالق كبار كده من الزيت، هنزل عليهم بحوالي بصلايه صغيره خالص كده مبشوره. بسم الله. طبعا احنا يعني هنا نسبه وتناسب حسب ما انت هتعملي. فانا عشان عامله نص الكيس فانا يعني هعمل بصلايه صغيره خالص اهو. بسم الله. عايزه بس ريحتها تطلع كده معايا، ما ايه ما يعني ما تتحرقش، هي دوبك الريحه تطلع وانزل عليها بالصلصه. بصوا بقى يا حبايبي الطاجن ده فعلا جميل جدا. من اسهل الطواجن اللي انت بتعمليها، ما بياخدش منك وقت. المكرونه انا سلقتها 3/4 سوا، ما سويتهاش سوا كامل. والطماطم انا الحمد لله كان عندي كيس صلصه كده في الفريزر، دايما بحب اعمل الصلصه علشان تكون جاهزه معايا في اي حاجه، وخصوصا ان الايام دي الجو حر جدا فمش عايزين نقف في المطبخ كتير. فالتفريزات دي فعلا بتبقى بسم الله ما شاء الله حلوه جدا في البيت. لو حتى عندك كيسين صغيرين بيفرقوا فعلا معانا في الجو ده. بتطلعي يا دوبك حاجتك كده على ما بتاخدش يعني نص ساعه وتفك وتجهزي اكلك. انا هنا ما شاء الله اهو. عايزه اقول لك هتبقي محترفه في الطاجن دوت وهيعجبك وهتعتمديه دايما. وممكن تعمليه بدل اللحمه المفرومه، تعمليه برضو لو عندك حته صدر بانيه تعمليه بيها. ممكن تعمليه بالمشروم، بيبقى حلو قوي والله العظيم. برضو ممكن تعمليه مكرونه كده لوحدها من غير اي حاجه. الطاجن نفسه بيخلي ريحه الاكل حلوه قوي. انا هنا خلاص كده شميت ريحه البصلايه. بصوا بقى معايا ما شاء الله اهو الطماطم. هنزل بقى عليها بايه؟ هنزل عليها برشه سكر صغيره وبابريكا وملح وفلفل اسود. مش هزود في البهارات. بصوا يا حبايبي بسم الله كده وتسمي بالله كده على كل حاجه. ممكن برضو نضيف عليه شويه شطه كده لو انتوا عايزينه سبايسي. معايا الفلفل الاسود اهو بركه ربنا، والملح ورشه السكر اهو. هسيبهم بقى كده بسم الله. ممكن احط عليها رشه شطه كده تطلع بس ريحتها، عشان انا ما عنديش قرن فلفل. المفروض بيتحط برضو، في ناس بتحط معاها فلفل حار، بس انا ما عنديش فلفل حار. بس انا عايزه اكلها كده تكون يعني فيها سنه شطه كده. بسم الله. انا مش عايزه الصلصه يعني ايه تنشف معايا، عايزه يكون فيها كده سوبو حلو يعني، عشان المكرونه تكمل سواها فيها وتبقى برضو طالعه كده، مش اللي هي ناشفه معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله. خلاص اتسبكت كده معايا. بصي بقى تعالي هقولك على السر بقى اللي بيحطوه في محلات الكشري. الثوم معايا حوالي 4 فصوص ثوم وعليهم معلقتين كبار من الخل. بسم الله. هنزل بقى كده بيها. يا سلام على الريحه، بسم الله ما شاء الله. شايفين ريحتها طلعت وبقت جنان. في المرحله دي بقى انا هبطن الطاجن بتاعي بالزيت. تعالي بقى يلا كده نشوفه. بصي بقى في المرحله دي انا هاخد كده بسم الله هقلبها كده واخد كبشه او 2 اشيلهم على جنب. انا عامله اصلا شويه مكرونه
مش كتير اهو. هاخد دول بس كده على جنب. انا كده هطفي النار عليها. بسم الله. هقلب بقى المكرونه. بصي اصل انا قاسمه الكيس عندي نصين، يعني في ناس مش عايزينه كده، انا قلت هراضي جميع الاطراف. بسم الله. انا عايزه بس المكرونه تتشرب من الصوص الجميل ده. اللهم اجرنا من النار. طبعا الحله جيت امسكها سخنه اهو. بصي بقى لما المكرونه كده تتشرب بالصوص الحلو بتاعنا دوت، تعالي بقى اقول لك هنعمل ايه. هنا بقى بعد ما رصيت اللحمة، هو المقطع ده معلش اتحذف من الفيديوهات. انا بطنت القالب بالسمنة او بالزيت بقى المتاح عندك، وتحطي اللحمة المفرومة وعليه المكرونة وشوية الصلصة اللي اتبقوا مننا. لو عندك بقى ايه شوية مية من سلق المكرونة برضو لو عايزاها تبقى خفيفة كده زي ما انا عملت. بتبقى بتخلي السوق برضو كده ايه السوق خفيف معانا وحلو، وبيساعد ان المكرونه تبقى فيها ما شاء الله كده يعني ميه ما بتبقاش ناشفه معانا. هحطها بقى في الفرن وبألف هنا وشفا.